ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايبه لكم النهارده جوزة الهند اللي شايفينه قدامنا ده الطبق ده انا بشراه من جوزة الهند اللي هي الكبيره اللي هوريها لكم دلوقتي. دي طلعنا منها الجوز الهند والميه اللي هو جواها. طبعا الميه دي ليها فوائد كتيره جدا هنتكلم عليها دلوقتي. وجوزة الهند ده طبعا فوائده كتيره جدا. بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نشوف طلعنا الطبق ده ازاي. دي جوز الهند معانا النهاردة، هنشوف هنعمل فيها ايه وهنخرج المية اللي جواها وازاي هنقطعها او هنكسرها. هي صعبة جدا طبعا، مش هتتكسر معانا بسهولة. فطبعا هنشوف هنعمل فيها ايه. اول حاجة طبعا هنشيل القشر اللي فوق دي كلها. دي الليف اللي عليها ده من فوق، ده كله ده هنشيله وهنقشره. هو التقشر يعني سهلة عن الكسر. كده ايه، هنقشر كلها كده وهننضفها كويس جدا. وبعد كده هنصفي المية اللي جواها وهنستفاد بقى بالمية دي لان فيها فيتامينات كتيرة جدا ونسبة فيتامينات كتيرة جدا ومفيدة جدا للجسم والشعر وكل حاجة. طبعا التقشير هو مش صعب ولا حاجة. طبعا ايه، فيها 3 عيون. الجوز الهندي دي فيها 3 عيون، عينين جنب بعضيهم وعين لوحديها. العينين اللي جنب بعضيهم دول صعب جدا طبعا الايه الفتح بتاعهم، لكن العين اللي لوحديها دي سهلة جدا وهنعملها دلوقتي مع بعض. بأي حاجة، حد عندك حاجة رفيعة كده، سكينة رفيعة، هتقدري ان انتي تفتحي العين دي وننزل منها المية ونستفاد منها. طبعا القشر ده كله انا بستفاد منه، باخده وانشفه عندي وبعمله سماد بعد كده للزرع، فمش برميه يعني. طبعا اهي العين التالتة ظهرت عندنا اهي. دول 2 جنب بعض ودي التالتة دي هي اللي ايه هنفتحها وهننزل منها المية بتاعت جوزة الهند المفيدة جدا اللي كلها فيتامينات ومعادن. وحلوة جدا للبشرة كمان وللشعر. كده بعد ما قشرناها هننضفها حلو جدا بالسكينة. كل حاجة من عليها من الليف ده هتتشال، وهعملها كويس جدا بالسكينة علشان بعد كده هنفتحها وهنطلع المية بتاع جوز الهند منها ونستفاد منها، لان المية اللي جواها دي مفيدة جدا وكلها فوائد للبشرة وللشعر وحاجات كتيرة جدا. دي العين اللي احنا هنخرج منها المية. طبعا شايفينها اهي، دي السكينة هنفتحها كده هتبقى سهلة. دول العينين دول لا طبعا مش هنيجي عندهم لانهم صعبين جدا. العين دي سهلة خالص. هتعمليها كده بالسكينة، والابيض ده جوز الهند بيطلع منها اهوت. هتفضلي بقى لغاية ما المية دي كلها ننزلها من جوز الهند. هنصفيها في طبق او في اي حاجة عندك او في علبة، هنصفيها لغاية ما تصفى خالص خالص من المية اللي فيها. وبعد كده هنشوف بقى هنقطعها ازاي ونبشرها. المية طبعا بتاعت جوز الهند دي مفيدة جدا لحاجات كتيرة. حلوة جدا للبشرة، انا استعملتها للبشرة وحلوة برضو للشعر. وهتشربي منها مفيدة جدا، حلوة في الانيميا كمان. وكمان بتبقى المية دي مفيدة جدا للناس اللي هما بيلعبوا رياضة، حلوة جدا جدا برضو. وحلوة برضو للشعر وترطيب الجسم، فهتستفادي منها في حاجات كتيرة جدا. وجوزة الهند برضو هتبقى عندك في التلاجة او في الفريزر. هتعوزيها في رمضان وهتعوزيها في اي وقت هتبقى موجودة عندك. بعد ما كسرناها هنبتدي بقى نقطعها حتت ونبشرها، وبكده بقى ايه تبقى خلصت جوز الهند اللي عندنا. دي هتتقطع حتت كده بس فيها تبقى قشرة كده خفيفة سهلة، يعني هنشيلها بالسكينة هنعملها كلها بقى زي كده. دي القشرة الخفيفة صعبة جدا، سهلة يعني مش صعبة. تتقشر كده عادي اكنك بتقشري بطاطساية، وبعد كده هتتبشر كلها بقى وهتستعمليها. وده الشكل النهائي لجوزة الهند اللي احنا بشرناها، قطعناها وبشرناها. طبعا الطبق ده اهو مليناه كل ده جوزة الهند اللي هي ايه اللي احنا عملناها.
طبعا هتشيليه في الفريزر، هتكيسيها وتشيليها في الفريزر، ممكن تقعد كتير عندك، هتنفعك بعد كده. ودي المية طبعا هتستعمليها تشربي منها، وهتحطي منها للبشرة. ولان المية دي قلنا فيها حاجات كتيرة جدا، والحاجات اللي هي طلعت دي الليف ده انا بحطه للزرع كسمات. وطبعا انت عاوزة تقطعيها كده حتت وتشيليها مش مشكلة، عاوزة تبشريها زي ما انت عايزة. والمية دي طبعا انا عملت منها ماسك للوش، وشربت منها لان هي حلوة جدا ومفيدة جدا طبعا. طبعا ما فيهاش اي مواد حافظة، طبيعية بخيرها. طبعا حلوة الحاجات قلناها. زي الرياضيين، الناس اللي بتلعب رياضة حلوة جدا. وكمان حلوة للمناعة وحلوة للشعر وحلوة للبشرة. كل دي المية بتاع جوز الهند، ومفيدة جدا كمان للمعدة. فطبعا فيها فوائد كتيرة. وجوز الهند عامة كله فيتامينات. وطبعا ده بيبقى بالزيت بتاعه بالمية بتاعته، مش معصور ولا حاجة. فتلاقي فيه الفوائد كتيرة اكتر من اللي احنا بنشتريه من بره. طبعا اللي بره مفهوش بيبقى معصور من المية ومن الزيوت، فده طبعا بيبقى مفيد جدا. وبكده تكون خلصت حلقتنا، ويا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة وزهرة جديدة من بلكونتي. باي باي.